بكلمك بمنتهى الامانه من الناحيه الفنيه، ماليش دعوه باي مواقف سياسيه. ابو تريكه ان الاهلي هيتاثر بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه، لان اصبح النادي الاهلي زيه زي اي مركز شباب. انا بكلمك بمنتهى الامانه يعني لا زيه تاني لفظ قوي ده شويه، لا مش قوي، زيه زي اي مركز شباب من غير ابو تريكه. لا بطوله افريقيا دي دوري مدارس مش علاقه. بس انا كنادي مطلوب مني اخد دوري محلي. لا سيبك، بص مطلوب مني اخد البطوله القاريه فباخدها، لكن على المستوى العالمي انا يعني لسه المستوى مش كويس. بص النادي الاهلي بس يعني لفظ مركز شباب لو طبقت اللوائح امال الانديه الثانيه تبقى ايه بقى اللي هي ما تكسبش وما تاخدش دوري وما تاخدش لو طبقت اللوائح بعداله النادي الاهلي هيبقى زيه زي اي نادي تاني. لو طبقت اللوائح بعداله يعني ايه؟ هم عارفين كويس جدا في النادي الاهلي وفي الانديه الثانيه وفي نادي الزمالك. عايز اقول لك ان من ضمن الاجتماعات اجتماع لجنه البث الفضائي الاخير الطلب من الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك ان يتم تمييز النادي الاهلي في حقوق البث الفضائي علشان النادي الاهلي يوافق انه يرجع للجنه البث ولجنه الانديه وما يعملش مشكله على اذاعه المباريات وبيع المباريات للتلفزيون. عايز اقول لك ان لو كان كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي هو رئيس لجنه الانديه دلوقتي كانت الامور اختلفت تماما. والى الان النادي الاهلي وهاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي بيحاولوا قدر الامكان ان ما يتمش اتمام التعاقد رسميا مع التلفزيون مقابل 70 مليون جنيه. واتحاد الكره تلقى عرض من احد رجال الاعمال من شركه اعلانات، شركه دعايه واعلانات، بشراء الدوري عن الموسم الاول مقابل 75 مليون جنيه، الموسم الثاني 110 مليون جنيه، الموسم الثالث 120 مليون جنيه. صاحب الشركه ديت هو احد اصدقاء الكابتن حسن حمدي وهاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. المساله انك تكسب البطوله مش داخل المستطيل الاخضر وبس. المساله بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه في مصر وفي افريقيا النادي الاهلي مهيمن ومسيطر على الامور داخل الملعب وخارج الملعب. دلوقتي البساط بيتسحب من النادي الاهلي، علشان كده النادي الاهلي بيحاول وبيقاتل بشكل كبير جدا وبيعاونوا في دوت هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وبسيطرته على اتحاد الكوره، وده سبب الازمه. لكن النهارده لما النادي الاهلي بيخرج بره الى جانب الامور الفنيه اللي النادي الاهلي مش يعني بيعاني منها في الفتره الحاليه، بتجد ان الاهلي بيتغلب 5 لان ده وضع طبيعي.